اخي الكريم، نحن هلا انا اذا بدي قابل اي شخص منهم خايفان منه، بدي اشتكي عليه ما بحسن لانه راح يتحطط علي ويفصلني من الكراج ويسحب فانوسي، وانا زلمه راحت لامي ومرتي وابني بخزيفي، ما انا مستعد ارضخ للذل بعد العز اللي انا هلا عايشه، ما بسمح لهذا يذلني بعد اولادنا على الجبهات باركين، ونحن هون على عم تحكم فينا، نزلوا مستثمرين كل واحد ميزانيته 500,000 دولار لا يقضي على شخص عم يطالع 200 ليره في اليوم، هلا هذا بيرضي ابو محمد الجولاني والشرع الاسلامي؟ هلا هذا بيرضي ابو محمد الجولاني؟ ممنوع على ابن جبل الزاويه ابن بسبس يدخل على ريحه، والزاجي اللي بيشيل 65 راكب بس له يفوت على ريحه، بأين حق وبأين دين وبأين مذهب؟ معه 20 كرسي عم يحمل 65 راكب، اختلاط وزحمه بنات وشباب وسرعه 120 عم يلحقوا على الطريق، ما انا بلحقه عم يطير على الطريق، ليش هو مسمح له يدخل على ريحه وانا ممنوع؟ ليش هو مسمح له؟ ليش؟ لانه مستثمر. الباص الواحد عم يطلع كل يوم 100 دولار، انا عم بحلم ب 250 ليره بس طعمه اولاد خبز، ما بدي اكثر من هيك. ريحه مدينتي ولا ما مدينتي؟ ريحه منطقتنا ومدينتنا، وانت ادرى الناس في هذا الكلام، حكومه محاكمنا فيها، اسواقنا فيها، سجلنا المدني فيها، كل الامور فيها، انت بعينها حق تمنعني، وليش بتطالع القرار غصب عنه في الصرمال ما بترد علي حتى ولو جيت قلت لك هذا القرار ما بيصير. نحن اليوم اجتمعنا امام مؤسسه النقل، المديريه العامه للنقل في ادلب، ما نقارب 2000 سائق، ال2000 سائق نحن اليوم مطلوب مننا تحديث سياراتنا من سياره قديمه لسياره حديثه، السياره الحديثه نحن ما لنا قدره ان نقوم بمستوجباتها من زيت ومن موتور ومن محرك ومن مصروف لها، نحن بالسيارات اللي معنا الحاليه عم يطالع الشخص 200 ليره 100 ليره، يا بيروح على بيته مو حق طبخته يا ما معه حق طبخته، بنتفاجئ بقرارات جديده، سيارات حقها 17,000 و16,000 ودرامش وحدث وبدنا ننزل على الخطوط، نحن حق الخبز ما لنا مطالعينه، كيف بدنا نحن اليوم نروح نحدث سياراتنا؟ ما عندنا امكانيه لنحدث، راكب ممنوع تشيل على الطريق، انت بتطلع براكب من قطمي، انا عم بمثل لك خط قطمي، بطلع براكب من قطمي لازم اوصل على ادلب براكب واحد، ما بصير شيل على الطريق ولا راكب، من سرمده لهون ما بشيل ولا راكب، قرارات على جبل الزاويه نفس الكلام، الزاجل ممكن يشيل 150 راكب من هون لسرمده، اذا وقفوا هاي صوره حضاريه، وانا اذا شلت راكب زياده ما بيصير اختلاط في قلب الزاجل، هيك العالم شباب وبنات، هاي ما حدا شافها، انا اذا بشيل راكب بحط بنت جنب شاب وبيناتهم في كرسي فاضي وبحط موقع على الحجز مباشره ينحجز سيارتي، ليش القرار جائر بحقي انا كسائق عم بعيش عيلتي، وفي ناس مستنفعه زيد عبيد ما بعرفوا مين انا عم يعطيه خط كامل بركابه بسائقينه باللي بدك اياه، وانا تطبق علي قرارات لسه جائره بحقي وحق ابني بده ياكل وابنك بده ياكل، ما بس انت بدك تعيش كمان انا بدي اعيش. هذا مختصر كلامنا، بدنا عداله في موضوع النقل. بس بدهم هني نحن ممثلين عن خط سرمدة وعن كل السائقين، نحن منتدبين عن خط سرمدة حاليا، سرمدة ادلب ذهاب واياب، نحن اجانا قرار بتبديل الصرافيس، اول قرار اجانا قبل التبديل ترميم الصرافيس، كل انسان كان مقتدر او غير مقتدر اتدين باع دبر راسه، هيك عندهم دبر راسك، رمم سيارته وخلاها جاهزه، بعد ما السيارات صارت جاهزه وامورها بخير طلع بقرار جديد بعد فتره، هن لانه متخبطين بالقرارات دائما، بتروحوا بتجيبوا بدل السرافيس اتشوان، بعد الاتشوان قال نحن لغينا القرار بشهر واحد، وموجود نص القرار عندهم على مديريه مؤسسه النقل على الفيس وعلى التليجرام، بعد فتره طلعوا هيك قاموا لقوا في شيء احدث، قال في شيء باص اسمه درمش حقه 17,000 دولار، السرفيس مشتركين عليه اذا قلت مستلمينه اثنين، هيدي القرارات بتصب بمصلحه مستثمر واحد مستعد يقدم درمش او زهزه او الله العليم شو رح ينزلنا بكره، يعني هو مفكر انه كل سائق نايم له 200,000 دولار، كل ما عجبه باص بيقول له بدل، كل سرفيس عم يطلع باليوم 250 ليره، بالنسبه لهم هن متعددين السيارات، هن عم يطالبوا بتحديث الباصات، نحن بنطالب بتحديث المسؤولين، هاي المسؤولين ما عاد بدنا اياها، ما خرج يعني نحن عم نعاني من مشكله العيش، نحن بدنا نعيش كمان ما نضل مذلولين، بدنا نعيش عيش حر كريم مثلنا مثل اي شخص كان، وعم يحاصرونا بهاي الطلبات بالتحديث أنا ولا غيرنا على جميع الخطوط، عرفت؟ ولذلك احنا بنطالب يعني انه نضل عايشين مثل ما نحن، وزمننا زمن حرب، ما نحن برفاه لحتى نقول ما نحدث سياراتنا، بعدين مين هذا اللي السائق اللي معه 17,000 دولار لحتى يروح يدفع حق سيارة 17,000 دولار، واللي هو ما بيملك على قيمة العيش اليوم اللي عم بيعيشه. يعني نطالب الأخوة المسؤولين والمعنيين بالأمر
من نوع الرأفة والرحمة. احنا نازحين قاعدين بخيم، الله يكون بالعون. والله العظيم لو ان غير مصدر تركنا هالمصلحه كلها ورحنا اشتغلنا. ما في عندنا اولاد بدها تعيش، قاعدين بخيم ورضيانين. ولو عندنا نحدث سياراتنا حدثناها. اليوم احنا منين ال 10,000 وال 17,000 وال 15,000 ما عندنا. سرفيس وكأني مصرين لا بنحدث ولا بنسمح لكم تحدثوا. تم الاجتماع مع أصحاب السرافيس اللي عملوا احتجاج على بعض القرارات اللي تم اتخاذها من المؤسسة، وخلاصة الجلسة أنه أعطيناهم مهلة 24 ساعة حتى نوافق على القرار اللي هن طلبوه، لأن هذا القرار اللي هن طلبوه هو ما من مصلحتهم، اللي هي بقاء على الخط أسوة بباقي الخطوط. فأنا خط إدلب صرمدة إذا بدي عامله أسوة بباقي الخطوط، فعدد المكاري اللي على خط إدلب صرمدة ممكن توصل ل 150 ميكرو، هذا مو مصلحتهم. نحن طلبنا منهم يحدثوا لسيارات من نوع دلموش، أو يحدثوا يعني يجتمعوا ويحددوا لنا نوعية إنه تكون سيارات حديثة تشتغل على الخط. فحاليا غالب السيارات الموجودة موديلها دون 2000 ولازم نحدثها. وعندنا جلسة بكرة الساعة 2:30 معهم ليجتمعوا بين بعضهم ويتفقوا على صيغة. نحن في قرار بمنع إضافة أي سيارة عمومي على خطوط النقل أو منح أي رخصة عمومي بسبب وجود عدد كبير من السيارات اللي يقارب 5000 سيارة. حتى ما يتضرروا وندخل سيارات حديثة وقفنا التعميم، بعد منا سمحنا التحديث فقط للسيارات اللي عمرها أقل من 13 سنة. يعني اللي عنده مركبة قديمة بدي يحدثها ما يروح يستورد لي هلا سيارة من كوريا موديل 93 و97، وحصل هذا الأمر ورفضنا القرار. راحوا استوردوا سيارات موديلات قديمة أو جابوها عن طريق الشمال وإجوا بدي يدخلوها على الخطوط فرفضناها. هذا القرار. أما اللي بدي يجيب سيارة حديثة يستبدلها بقديمة مسموح فقط. عندنا خطوط بالأصل بيطلع الراكب من أول خط بينزل آخره، وفي عندنا خطوط هي لازم يشيل ركاب القرى اللي بيمر فيها. فكل خط نحن حاطين له خطة عمل بناء عليه بيلتزموا فيها. ما في شيء جديد، يعني هذا شيء قديم، قرار قديم.